ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. خلاص رمضان قرب على ابواب اهو، كل عام وانتم بخير. هنعمل بقى المشروب اللي كل البيوت بتحبه وبتجيبه، بس هنعمله بقى في البيت بمكونات سهله وبسيطه، لانه طبعا بقى مكلف بره، فهنعمله في البيت بكل سهوله. بس قبل ما نبدا متنسوش تعملوا اشتراك في القناه ولايك عشان تدعموني. عايزين نوصل ل 1000 مشترك ان شاء الله قبل رمضان. اول حاجه معانا بقى، ودي من المكونات الاساسيه، وهي جوزة الهند. انا عندي جوزة الهند الناعمه، فعملت ايه؟ ضربتها في الكبه. انت لو عندك الناعمه اضربيها في الكبه لحد ما تبقى بودر خالص. اما بقى لو عندك جوزة الهند البودر مفيش مشكله، ويلا اشتغلي بيها على طول. هنجيب البوله بتاعتنا، نحط، انا عايرت كوبايه الا ربع من جوزة الهند. على ما ضربتها في الكبه عملت لي كوبايه الا ربع الا شويه. هنحط بقى جوزة الهند البودر اللي معانا، عليها نص كوبايه من السكر البودر، ربع كوبايه من اللبن البودر، ربع كوبايه من الكريم شانتيه، وعليها ظرف او باكت من الفانيلا. بتحطي المكونات دي كلها مع بعض. عايزه اقولك المكونات سهله وبسيطه، ممكن تكتري الكميه، ممكن تقلليها على حسب انت عايزه ايه. هنقلبهم كويس قوي بقى مع بعض، سواء بالمعلقه او بالمضرب دوت. بنقلبهم كويس جدا جدا. وبعد كده بنجيب بقى البرطمان بتاعنا او العلبه اللي انت تكون محكمه الغلق، اللي انت هتشيلي فيها الكميه اللي احنا عملناها دي. بصي عملناها ب5 مكونات بس، سهله وبسيطه. ممكن تشتري كميه صغيره من كل حاجه عشان ما تكلفيش منهم كتير. بعد كده جبت البرطمان بتاعنا، هحط بقى فيه كل الكميه اللي انا عملتها. وهنعمل كمان مشروب الصوبيا، هقولك انا عملته ازاي، وبرده طريقته سهله جدا وحلوه قوي. بعد ما عبيته خلاص، عمل لي اللهم بارك برطمان من الصوبيا. وفر لي كويس. انا لو كنت اشتريت دوت من بره كنت هدفع رقم محترم كده. اللهم بارك، عمل لي كميه بجد حلوه قوي، هيوفر معاكي كتير. تعالوا بقى بينا نعمل المشروب. اول حاجه اجيب كوبايه من اللبن ساقع، هحطه في الخلاط. هحط عليه بنفس الكوبايه هعيرها كوبايه من الميه، هنزل عليها برضو في الخلاط. وهحط حوالي 3 معالق من البودره اللي احنا عملناها، بودره الصوبيا. هضربهم في الخلاط كويس قوي مع بعض. السكر بقى حسب الرغبه، ممكن تدوقيها لو تمام، عشان احنا ما تنسيش ان احنا حاطين سكر في قلب البودر اللي احنا عملناه. بتدوقيها وتشوفي عايزه سكر تاني ولا لا مظبوط معاكي. هنا كنا خلصنا وضربنا في الخلاط البودر الصوبيا اللي احنا عملناها مع اللبن والميه. عايزه اقولك حلوه قوي وسهل وسريع كده، وهيعجب الاطفال ان شاء الله. ما تنسيش تعملوا له فولو ولايك، ونتقابل في وصفه جديده.